بس لحظه، احنا ممكن يطورنا، احنا نداوم. انت ما راح يطورك انك ما تداوم اصلا. انا تداوم مره في زوروني كل سنه مره. انا ما اقدرش اسيب الشيخ عبد الرشيد الصراحه في رمضان. الشيخ عبد الرشيد الله يبارك له ويحفظه. حاجه يا كابتن محمد، احنا بقالنا 11 شهر بنغذي الجسد، عاوزين في الشهر ده نغذي الروح. ما هي الروح، الانسان روح وجسد طبعا. فالشيخ عبد الرشيد بيغذيك عشان تكمل ال 11 شهر. بس واضح ان غذاك صح، لانك جاي ما شاء الله مندفع. هو ما شاء الله عليه. هو الصراحه يا كابتن محمد القران تصلي وراه، تسمع القرآن باختلاف ومفهوم مختلف. الله يتقبل. فالله يبارك له ويحفظه واولاده ما شاء الله نفس النهج. ودي من الحاجات الحلوه، الحمد لله الحاجات الحلوه كتيره قوي في قطر. ربنا سبحانه وتعالى يديم عليها الامن والايمان والاستقرار ويحفظها. دي الحاجات الحلوه اللي انا لما جيت قطر ان انا صليت ورا الشيخ عبد الرشيد. الشيخ عبد الرشيد ده حاجه مدرسه تخليك تميل لفهم القرآن بحاجات مختلفة. بس أقول لك اختلاف واضح بين الشيخ عبد الرشيد صوفي بين ليفربول، انه الشيخ صوفي لين الدقائق الاخيره محافظ على مستوى عكس ليفربول. صح. بس ليفربول يسجل ما في الدقائق الاخيره. محمد هو ما صلاش وراء الشيخ محمد يا كابتن يوسف خلينا في ليفربول. هون لقطات لعمليه الاحماء كيتيكي يبدا اساسيا. سالوا تيري هنري عن انه مسلم، قال نعم. سالوه عن العيد، قال في العيد سأكون في الطياره متجه الى فريق برايتون. هو ايضا واحد من نجوم الموسم. اكيد سوبوزلاي يقدم مستويات ممتازه، لكن هذا اللاعب جاء كنا متوقعين ان يكون بديلا لايزاك، لكن ايضا كان هو نجم الفريق على المستوى الهجومي هذا العام. تاخر عمليه حسم صفقه ايزاك محمد في بدايه الموسم ادته الفرصه، وهو قدم نفسه بصوره كويسه. فما ينفعش ان انت تقدم نفسك بصوره كويسه في بدايه الموسم وتيجي ايزاك بعد مثلا 3-4 ماتشات ويتقدم المستوى اللي كان بيقدمه ان انت تقعده. فعمل مشكله لارن سلوت ان هو لازم يلعب الاثنين في بعض الاحيان لما جاي ايزاك وبتاع، فده افقد التوازن في بعض الامور لليفربول. انما هو موسم انكشف فيه ارن سلوت يا كابتن، موسم انكشف فيه ارن سلوت. في الدوري اخر ماتشين خسر من ولفرهامبتون الاخير، تعادل مع توتنهام اللي بينافس على الهبوط في مراكز الهبوط، كسب جالتا سراي. انما الانديه التركيه غير الانديه الانجليزيه، الايقاع في الدوري الانجليزي غير الايقاع في دوري الابطال. الاسلوب اللي بيلعب بيه المنافسين قدام ليفربول في دوري الابطال مختلف عن الدوري الانجليزي. فممكن النهارده برايتون يعمل مشاكل، وهيعمل مشاكل. ليه بقى هيعمل مشاكل؟ واحد، المباراه دي بعد 62 ساعه من مباراه ليفربول في دوري الابطال، اللعيبه ما عندهاش وقت مش كافي للاستشفاء. طبعا. و12 ونص هناك ميعاد المباراه دي، فهيبقى عنده مشاكل كتير قوي قوي، واللعيبه مرهقه.